السلام عليكم. هوري لك دلوقتي انجح طريقه تزود بيها عزم وقوه محركات الديزل، وهتشوف دليل على نجاح الطريقه دي، دليل قاطع. علشان تزود عزم محركات الديزل انت مش محتاج تولع في السيارة، انت كل اللي محتاجه انك تتخلص من معوقات الاشتعال داخل المحرك. وعلشان تعمل ده انت محتاج تفك مكونات بسيطة جدا من المحرك سواء كان تيربو او عادي، والمكونات دي هي كل الاشياء اللي منع وصولك لغرف الاحتراق داخل محرك السيارة. والتفاصيل بتختلف من سيارة للتانية، لكنها في النهاية بتكون حاجات بسيطة علشان توصل لرشاشات الديزل وتطلع الاربع رشاشات من المحرك، وبعدها تروح على خزان الوقود اللي بيكون في الخلف اسفل صندوق السيارة، وتشيل الفيشة بتاعة ترمبة الديزل، وتجيب اكياس بلاستيك او جوانتي وتقفل بيها فتحات مواسير الديزل اللي عند المحرك، لانها بعد ما تشيل فيشة الترمبة برضه هتجيب ديزل. وهنقيس قوة الكبس في الاربع غرف قبل ما نبدأ. بس مش هتجيب اكتر من كده. اول غرفة مسجلة 14 بار، هصفر العداد ونشوف التانية. مسجلة 13 بار، هصفر العداد ونشوف التالتة. 16.5 بار تقريبا، هصفر العداد واركب الماسورة المتنية علشان اخر غرفة مزنوقة ونشوف النتيجة. 13.5 بار تقريبا. وهجيب المنتج ده واسمه ريزويل 64E او قاهر الكربون، وهو عبارة عن منتج ألماني اتعمل بتكنولوجيا الكربون اكس لتفتيت السخام والكربون الاسود اللي هو ناتج اشتعال الديزل في الغرف. الكربون الاسود والسخام اللي بيتراكموا داخل الغرفة بيصغروا حجمها، وبالتالي الغرفة وهي بتسحب الهواء في شوط السحب بتسحب اقل من الكمية العادية، وبالتالي ناتج الاشتعال او الانفجار بيكون اقل والعزم اقل. واللي بيعمله المنتج ده انه بيفكك السخام او الكربون الاسود علشان الغرفة ترجع لحجمها الحقيقي وتسحب كمية الهواء المظبوطة علشان يحصل الانفجار او الاشتعال المثالي، وبيرجع العزم والاداء كأنك لسه مشتري السيارة جديدة. المنتج صناعة ألماني زي ما هو واضح، وحجم العبوة 400 ملي، وبينفع لأي محرك احتراق داخلي سواء كان ديزل أو بنزين أو موتوسيكل أو أي حاجة تانية. وهسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو لو حبيت تجربه. طريقة الاستخدام إنك بتدخل الخرطوم اللي بيجي مع العبوة جوه الغرفة، وتأكد إنك دخلته للآخر، لأن فتحات غرف الاشتعال من عند رشاشات الديزل بتكون ضيقة وصغيرة عكس السيارات الملاكي بتكون كبيرة مكان البوجيهات. وبعدها رج العبوة وضخ رغوة الكربون اكس داخل الغرفة لمدة 5 ثواني تقريبا، وتنقل الخرطوم لتاني غرفة وتضخ لنفس المدة وهي 5 ثواني تقريبا، وتكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة في الغرفتين 3 و4، وتستنى دقيقة واحدة، وبعدها تجيب مسدس هواء بوزه رفيع، لان زي ما قلت فتحة رشاشات الديزل بتكون صغيرة، وتبدأ تنفخ هواء. هنا هتلاحظ ان ناتج النفخ بيخرج من فتحة المانيفول، وده عادي وطبيعي لان الغرفة دي حاليا صباب الهواء بتاعها مفتوح. ونتنقل لتاني غرفة. هنا هتلاحظ ان ناتج النفخ بيطلع لفوق لان الغرفة دي صبابات الهواء والعادم بتوعها مقفولين حاليا. ونتنقل لتالت غرفة. وهنا هتلاحظ ان مفيش اي حاجة بتطلع، وده وضع طبيعي لان الغرفة دي صبابات العادم بتاعتها مفتوحة، فناتج النفخ بيطلع من فرن الشكمان وينظف مواسير الشكمان من الداخل. ونتنقل لرابع غرفة. وهتلاحظ ان ناتج النفخ بيطلع لفوق لان الغرفة دي برضو صبابات الهواء والعادم بتوعها مقفولين. وبتكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة ونفس الآلية والترتيب. ضخ في كل غرفة رغوة الكربون اكس لمدة 5 ثواني، واستنى دقيقة تقريبا، وانفخ في الاربع غرف. ومرة عن مرة هتلاحظ ان اللي بيطلع على مسدس الهواء وعلى ايدك هي حاجة تشبه الطين الاسود، وهو ده السخام او الكربون الاسود اللي بيترسب على وش البستم وبيصغر حجم الغرفة. وبعد ما تخلص هتشغل المحرك علشان تطلع اي بواقي لسه موجودة داخل الغرف.
تمام قوي كده. وتعالى نقيس الكبس دلوقتي. بس اول غرفة مسجلة 16.5 بار بعد ما كانت 14 بار. هصفر العداد ونشوف تاني غرفة. الكبس بقى 17 بار بدل ما كان 13 بار، والفرق مذهل. نشوف التالتة. كفايه، مش عايزين اكتر من كده. وفعلا مش محتاجين اكتر من كده. 18 بار بدل ما كانت 16.5 بار. هصفر العداد وافك الماسورة العدلة واركب الماسورة المتنية علشان اخر غرفة مزنوقة، ونشوف النتيجة. أربعتاشر ونص بار بدل ما كانت 13.5. ما شاء الله اختلف الكبسه، ما شاء الله ما شاء الله يعني. وفعلا ما شاء الله، لان النتائج اللي طالعه ممتازه، ومعناها ان عزم وقوه المحرك اتحسنت بشكل ملحوظ جدا، وتبان معاك اكتر والسياره محمله، واستهلاك الديزل بيقل بشكل ملموس. لايك وشير للفيديو، لان الطريقه دي هتنفع كل الناس اللي عندها محركات ديزل او بنزين. ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي باذن الله.